السلام عليكم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. قبل ما نبدا هنصلي على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اجمعين. اللهم انصر اخواننا في فلسطين وثبتهم ورعاهم واحفظهم، اللهم امين. النهارده هتكلم عن مباراه سيمبا والاهلي. مباراه سيمبا والاهلي مباراه صعبه جدا 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 يا جماعه، مش لازم نستهون بيها ابدا. المشكله ان احنا عندنا غياب امام عاشور هيكون مؤثر جدا، واللعيبه اللي هترجع من المنتخب قبلها بليله، يعني هم هيخلصوا المباراه يوم 26 باذن الله وهيسافروا فجر 27 لتنزانيا، فهيكون في ارهاق كبير جدا جدا، وانت بتلعب حتى نهائي قصاد جماهير كبيره ان شاء الله هتكون موجوده في الاستاد، قصاد فريق كبير زي كرواتيا، فالمباراه مش جايه في وقتها خالص خالص. يعني بصراحه حسام حسن ما قدرش غير على الاهلي، ما قدرش يلعب غير على وطنيه الاهلي وعلى شعار الوطنيه مع الاهلي، لا قدر على محمد صلاح. وحتى احمد حجازي رجع السعوديه، الله اعلم عنده ظروف ولا ما عندوش، نتمنى ان هو لو عنده ظروف يعني ربنا ييسر له حاله، بس محمد صلاح ما قدرش عليه، ما قدرش على محمد صلاح. وهو بيلعب 90 دقيقه، بيلعب 90 دقيقه قبل تجمع المنتخب، ما قدرش عليه، بس قدر علينا. النهارده ياخد لك كل لعيبه الاهلي. امام عاشور اتصاب، قدر الله ما شاء فعل، كان ممكن يتصاب في اي وقت وفي اي مكان. انا عارف حسين الشحات قبلها اتصاب، المفروض ان انت لعبت اول مباراه وكسبت، اعمل روتيشن بقى. لا، هتيجي الماتش الجاي هتبص تلاقي حسام حسن بيلعب، احمد حجازي ما بقاش موجود طبعا، هيلعب برامي وبيلعب محمد عبد المنعم تاني في الدفاع، وهيلعب محمد هاني، وهيلعب باكرم، وهيلعب مروان عطيه، وهيلعب بمين تاني؟ مفيش حد لسه، ما وهيلعب بمجدي قفشه. فاحنا الفريق كله هيبقى ضايع، والله العظيم انا قلقان 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 وخايف على المباراه دي، وربنا يسترها ونعدي من المباراه دي على خير يا رب. اهم حاجه ما يكونش فيها خساره يا رب. اتمنى ان ما كسبناش نتعادل وما نخسرش، اتمنى، لان وضع المباراه صعب جدا جدا جدا، واللعيبه دي انا ما اعرفش ازاي هتلعب بامانه. اتمنى ان هم يكونوا رجاله، وان هم يكونوا على قد المسؤوليه، وان هم يكونوا افضل مما احنا متخيلين. اتمنى يا رب يا رب ان احنا نلعب المباراه دي ونكسبها، اتمنى، وان احنا في العوده في القاهره نكسب ونصعد ان شاء الله لدور الاربعه. بس كمان التجمع اللي جاي للمنتخب لازم الاهلي يكون حاسب اموره كويس جدا وظابط الدنيا مع نفسه. مفيش تأجيلات، لا عايزين تأجيلات في الدوري ولا عايزين تأجيلات في هنا. يوم التجمع الدولي ويوم التوقف الدولي اللعيبه تنضم للمنتخب، قبل كده لا، يبقى في مواعيد محدده للتوقف الدولي اللعيبه تنضم فيها. بس كده اتمنى انه ربنا يوفقنا في مباراه ان شاء الله بكره، المنتخب مصر ومنتخب كرواتيا، وان احنا ناخد البطوله دي بعد المعاناه اللي شفناها وانضمام اللعيبه دي كلها في الاخر نخسر. يعني اتمنى ان هم يكسبوا طبعا، واتمنى ان اللعيبه تخلص المباراه وانها تكون كلها سليمه، وان هم يسافروا مع البعثه لتنزانيا، وربنا يوفقهم باذن الله رب العالمين ويرجعوا بالمكسب. شكرا لكم، سلام.